عندك بقى عد معايا بقى، عندك الاوتو بيس، جو سات بلس ترجمه، النوفا في 2 ايديو، عندك الزارا برو فيرجن 2، عندك الاكسبريس برو فيرجن 4، الجي شير بلس فيرجن 3، الاكشن برو شير، النوفا في اي بي، الجي سات بلس فيرجن 3، الفاير شير، الديكيو كام، النشير عندك وعندك والتحويل المحترم اللي هقدمه لك في الاخر ده. فما تسرعش الفيديو عشان خاطر السوفت ده ممكن ينزل في نص الفيديو، في اخر الفيديو، في اول الفيديو، فخلي بالك لان بيدعم معانا زارا فيرجن 2 والاكسبريس فيرجن 4 والجي شير بلس فيرجن 3 والجو سات بلس ترجمه واي بي ايديو احدث اصدار اليوتيوب والنوفا باحدث اصدار. كل حاجه جميله هتلاقيها في السوفت المحترم اللي قدمه لك. معالج النهارده 2507 ال واي فاي داخلي، من اسوأ المعالجات اللي اشتغلت فيها بصراحه، ولكن يعني الحمد لله بعد تعب هنوصل النهارده لحوالي عن 5 6 سوفتات هنديهم للجهاز عن طريق اليو اس بي. بيني وبينكم قلت ايه اللي ناقص على القناه من معالجات؟ هو المعالج ال 2507 ال داكي واي فاي داخلي فلاشه 8 ميجا. ناس كتير كانت طالبه، انا انتهزتها فرصه، زبون جاب الجهاز قلت بالله عليك سيبه شويه عشان اعمل سلسله سوفتات وتحويلات محترمه على القناه لكل الناس المحترمه اللي كانت بتطلب مني تحويلات الجهاز ده، لان ما عنديش معالج. تحويل النهارده بقى شبكات هوائيه، احدث اصدار لليوتيوب، شكل منيو، اي بي ايديو، كل اللي نفسك فيه قول زي ما انت عايز. ما تطولش، ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس لكاسه كل ما هو جديد في عالم الريسيفرات. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. وما تسرعش الفيديو عشان تقدر تجمع المعلومه كامله متكامله، لان في هنا سوفت تمهيدي في سوفت النهارده وشرح النهارده. يلا نشوف ايه جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي شرحاء بلال سيد في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. جاي لكم النهارده بموضوع بناء على طلب الجماهير عندي على القناة والمشتركين. النهارده الجهاز بتاع النهارده هيبسط ناس كتير، ومعالج لسه جديد هنزله على القناة، هو الزبون جابه صراحة كده، فلت قلت لازم أعمل عليه شرح وسوفت وتحويلات محترمة للمعالج ده. إيه هو المعالج وإيه هو السوفتات الجميلة؟ يلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكاسر كل ما هو جديد في عالم الخبرات. شكر خاص لكل الناس المحترمه الجميله على التعليقات على اليوتيوب. وهنا تنبيه برضو مهم، كل الناس تشترك في القناه عشان تقدر تحصل على كل الشروحات والفيديوهات والسوفتات والتحويلات بدون اي مقابل خالص على قناتكم الجميله. موضوع النهارده يا عم بلال، معالج النهارده سان بلس 2507 ال واي فاي داخلي داكي. الجهاز اللي معانا النهارده هنشتغل عليه النوفا. الجهاز ده في واحد محترم جابولي عشان خاطر اعمل له سوفت وتحويل، فقلت بالمره انزل اعمل له سلسله تحويلات وسوفتات، لان في ناس كتير طلبت مني المعالج ده وانا بصراحه ما عنديش في المحل نفس المعالج، فقلت انتهزها فرصه واعمل سلسله تحويلات شروحات مميزه لكل معالج السان بلس 2507 ال واي فاي داخلي داكي. وما تسرعش الفيديو عشان في سوفت تمهيدي وفي شويه حلويات وحاجات جميله على قناه شروحات بلال سات. يلا نوصل الجهاز. طبعا الجهاز من غير تعريف، النوفا معروف، النوفا 10000 برو بلس. يلا نوصل الجهاز ونشوف مع بعض كده على السريع، وكل تحويلاتنا هتبقى عن طريق اليو اس بي. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. وصلنا الجهاز، وصلنا كل حاجه. ده سوفت ستار نت كان على الجهاز زي ما حضراتكم شايفين. ده شكل المنيو، شكل منيو الجهاز. لو دخلنا على الوسائط على السريع كده، لان معانا النهارده حوالي عن 5 6 سوفتات. لو دخلنا على الوسائط هنضغط 2507، عندنا بدعم اوتو بيس والجو سات بلس فيرجن 3. ده الشغل اللي على الجهاز. لو في ادينا له سوفت عن طريق الاونلاين هتلاقي في سوفت حديث، فخلينا النهارده في سوفت محترم جميل بقى، شبكات هوائيه، احدث اصدار لليوتيوب، كل حاجه نفسك فيها تلاقيها في السوفت ده. معالج النهارده 2507 ال واي فاي داخلي، من اسوأ المعالجات اللي اشتغلت فيها بصراحه، ولكن يعني الحمد لله بعد تعب هنوصل النهارده لحوالي عن 5 6 سوفتات هنديهم للجهاز عن طريق اليو اس بي. اي واحد هيقف معاه جهاز مش عايز يقبل السوفت عن طريق اليو اس بي هتديله سوفت واحد بس عن طريق اللودر، وبعد كده هتتنقل بين 5 6 سوفتات عن طريق اليو اس بي عادي بدون اي مشكله. انتبهوا في الشرح وما تسرعش الفيديو، لان بصراحه المعالج ده سيء جدا في التحويلات، وممكن الجهاز يعمل معاك لمبه حمراء، فخلي بالك. هنخش بقى ادي السلسله، يعتبر هي سلسله تحويلات. جهاز بيسحب معانا عن طريق اليو اس بي اهوت. ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكاسل كل ما هو جديد في عالم الريسيفرات. بجد يا جماعه معالج النهارده اشتغلت فيه اكتر من 5 ساعات، معالج عقيم، وللاسف مش عايز يرفع للبوت الجديد حتى لو. وهنا بقى تنبيه لكل الناس ورساله مهمه،
لو حبيت ان انت تعلق البوت بتاعه عشان خاطر تنزل عليه نشير في 2 واديت السوفت التمهيد عن طريق اللودر واديت السوفت الثاني اللي هو بعد التمهيدي، الجهاز يعمل معاك لمبه حمراء. حتى لو انت عدلت السوفت التمهيدي وخد باليو اس بي، يعني يعتبر 3/4 السوفتات ديت تمهيديه، ولكن للاسف ما بيرضاش يقبل السوفت النشير في 2 عن طريق اليو اس بي. حتى لو اديته لوحده عن طريق اللودر الجهاز يعمل معاك لمبه حمراء. وهنا برضو للعلم انا بقول لكم عشان انا جربت مره واثنين وثلاثه وعشرة، ولكن انا الحمد لله استخلصت شويه السوفتات دول. سوفتات جميله، سوفتات محترمه، هتلاقي فيها كل حاجه نفسك فيها. زارا برو، اكسبريس، جيشير بلس، النوفا، احدث اصدار اليوتيوب، كل حاجه متوفره، ايتو بيس والترجمه واي بي اديو. لكن هنا نصيحه ما تسرعش الفيديو عشان خاطر ما تقعش في اي مشكله، لان الاجهزه ديت عقيمه غير اجهزه الصن بلس الواي فاي الخارجي. يعني الواي فاي الخارجي ادانا له السوفت التمهيدي في الشروحات السابقه على القناه، وقبل معانا البوت الجديد اللي هو عليه نشير في 2، وقبل معانا السوفتات تمام وبيتحول عن طريق اليو اس بي ومفيش حاجه عن طريق اللودر خالص. لكن معالج النهارده 2507 ال واي فاي داخلي، فلاشه 8 ميجا داكي، جهاز سحب معانا السوفت تمام اهوت. وده يبقى تاني تحويل في سلسله النهارده. هنصبر لحد ما الجهاز يراستر ويفتح لوحده. الجهاز اشتغل معانا تمام، اتش دي وماكس 3 ساعات برو. كل السوفتات اللي بقدمها لك النهارده بتدعم تكبير الاشاره. ده منيو الجهاز، منيو جميل، منيو محترم. لو دخلنا هنا على الاعدادات، واغلبيه السوفتات ديت لو دخلت تعمل سوفت اونلاين، تحديث اونلاين، هتلاقي فيه سوفت جديد نازل. هو برضو سوفتات حديثه بتاريخ 2024. بيدعم معانا الفلاشه الداخليه، ولو لا قدر الله الفلاشه الداخليه بايظه بتقدر توصل له الفلاشه القديمه بيشتغل معاك عادي تمام، مفيش اي مشكله. نظره على السريع كده في السوفت بتاع النهارده. لو دخلنا هنا كده ونزلنا تحت زي ما حضراتكم شايفين، ده الشغل اللي الجهاز بيدعمه. هنرجع باك، ولو دخلنا على تكوين الشبكه هنلاقي الجهاز بيدعم معانا اللاسلكيه، 3 جي، اليو اس بي كابل، ووصله اللان. يعني كل الاختيارات متاحه في تحويل النهارده. هنرجع باك، هنخش على الوسائط المتعدده، هنضغط 2507. ده الشغل اللي الجهاز بيدعمه، جوسات بلس ترجمه وجوسات بلس فيرجن 2 دي كيو كام نشير. هنرجع باك، ولو دخلنا هنا على الاختيار اللي فوق ده الشغل اللي الجهاز بيدعمه معانا زي ما حضراتكم شايفين. هنرجع باك، نخش بقى نجرب التحديث السوفت الثالث في سلسله تحويلات النهارده. نخش على تحديث، بسم الله، الجهاز سحب معانا تمام. ده يبقى ده ثالث تحديث وسوفت النهارده بنقدمه لكم للمعالج 2507 ال واي فاي داخلي، فلاشه 8 ميجا داكي. بننبه على كل الناس تشترك في القناه عشان تقدر تحصل على كل الشروحات بدون اي مقابل خالص. وشكر خاص لكل الناس المحترمه الجميله اللي على القناه بتبعت تعليقاتها المحترمه والجميله. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز بيسحب معانا السوفت تمام. وفي كمان هنا برضو تنبيه في سوفت السيناتور 3 ساعات واي فاي داخلي. الجهاز ده بيقبله برضو عادي عن طريق اليو اس بي بدون اي مشكله، ولكن انا نزلته للجهاز صراحه ما حسيتش فيه ان في اضافات مميزه كتير. هو خاص لاجهزه السيناتور، ولكن بصراحه ديت احلى سوفتات هقدمها لك النهارده. استخلصتها من مجموعه سوفتات النهارده جربتها في تحويل وشرح النهارده. الجهاز هيسحب معانا السوفت ونرجع لكم تاني. الجهاز سحب معانا السوفت تماما، نصبر لحد ما الجهاز يراستر ويفتح لوحده. اجهزه الجوسات، ودي دخلة الجهاز بتاع اجهزه الجوسات، لها كل الاحترام ولها كل الدعم. دي فتحه الجهاز بتاعنا، وده التحويل الثالث. هنرجع باك، انت تعمق في السوفت براحتك. ده شكل المنيو، شكل جميل، شكل جديد. هنخش على السيتنج، هننزل على النسخه. السوفت بتاريخ 5/2023، له سوفت اونلاين حديث احدث من ده، ولكن انا بصراحه عشان الخص عليكم طبعا ديت كلها الشغل بتاع الجهاز. في اضافات مميزه، تعمق في السوفت براحتك. لو دخلنا هنا على هنضغط 2507 زي ما حضراتكم شايفين، ده اللي الجهاز بيدعمه، اكسبريس برو فيرجن 3 وجو فيرجن 4 والجو سات والجي شير بلس فيرجن 3 والجو سات بلس فيرجن 2 والدي كيو كام والنشير. هنرجع باك، هنخش على الاختيار اللي فوق، وده الشغل اللي الجهاز بيدعمه معانا النهارده. سرعه في الاداء، سرعه في التشغيل. هنرجع باك، كل تحويلات النهارده الاشاره شغاله تمام، مفيش فيها اي مشكله خالص. جهاز بيدعم معانا اللاسلكيه وال 3 جي واليو اس بي كابل والمحليه. هنخش نجرب التحويل الرابع. بسم الله، الجهاز بيسحب معانا سوفت تمام زي ما حضراتكم شايفين. خلي بالك بقى عشان في تحويل بجد مفاجاه لكل الناس. تحويل كل اللي نفسك فيها تلاقيه، من شبكات هوائيه، احدث اصدار اليوتيوب، نوفا، كل الكلام اللي انت عايزه هتلاقيه في السوفت
والتحويل المحترم اللي هقدمه لك في الاخر ده. فما تسرعش الفيديو عشان خاطر السوفت ده ممكن ينزل في نص الفيديو، في اخر الفيديو، في اول الفيديو، فخلي بالك لان بيدعم معانا زرا فيرجن 2 والاكسبريس فيرجن 4 والجي شير بلس فيرجن 3 والجوساب بلس ترجمه واي بي ايديو احدث اصدار اليوتيوب والنوفا باحدث اصدار. كل حاجه جميله هتلاقيها في السوفت المحترم اللي هقدمه لك. هي كل التعاملات ممتازه، ولكن السوفت ده بجد هو احلى حاجه في فيديو شرح النهارده. جاهز اسحب معانا السوفت تمام وهنرجع لكم تاني. جاهز سحب معانا السوفت تمام. لسه كمان في تحويل زي ما حضراتكم شايفين. اجهزه الهايبر اجهزه محترمه، اجهزه لها كل الدعم. كل تحويلات النهارده بتدعم تكبير الاشاره، اضافه اي شفره، طبعا كل الحاجات ديت شغاله عادي. وكل التحويلات يا جماعه لو دخلتوا عملتوا لها تحديث اونلاين هتلاقي في سوفتات احدث من اللي انا هسيبها لك النهارده، يعني عادي تعملوا تحديث اونلاين عادي مفيش فيها مشكله. بعد ما ربطنا الواي فاي هنخش بقى نشوف كده ايه الجديد في السوفت ده، لان بصراحه في سوفتين مهمين وجمال في تحويل وشرح النهارده وسلسله سوفتات النهارده 2507 ال. زي ما انتم شايفين اول ما دخلت الواي فاي الجهاز نزل له سوفت اونلاين. خلي بالكم لانك لو فصلت الريسيفر في الوضع اللي الجهاز بيحمل فيه هيعمل معاك. هنرجع باك، انا لغيت ما رضيتش ادي للجهاز السوفت. اول حاجه كده هنخش على السيتنج. لو دخلنا هنا كده زي ما حضراتكم شايفين ونزلنا تحت ده الشغل اللي الجهاز بيدعمه. هنرجع باك هنخش على المالتي ميديا. الجهاز بيدعم معانا اوتو بيس والهايبر كام والديكيو كام والناشير. هنرجع باك هنخش على الاختيار اللي فوق ده الشغل اللي الجهاز بيدعمه معانا النهارده. نخش بقى نجرب اخر سوفت واجمل سوفت بجد هتدعوا لي عليه. خش على اليو اس بي. كل السوفتات بتاع النهارده يا جماعه عن طريق اليو اس بي زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما قلنا في اول الفيديو اي واحد هيقف معاه الجهاز مش هيرضى يقبل اي سوفت من السوفتات ديت. هتدي سوفت واحد بس عن طريق اللودر وبعد كده بقيه السوفتات عن طريق اليو اس بي. بسم الله الجهاز سحب معانا السوفت تمام اهوت. ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. وبننبه على كل الناس اشترك في القناه عشان تقدر تحصل على كل الشروحات بدون اي مقابل خالص. الجهاز بيسحب معانا السوفت. في سوفت النهارده هقدمه لك ممتع في كل الاضافات كل حاجه نفسك فيها عن طريق اليو اس بي. الجهاز هيسحب معانا السوفت وهنرجع لكم تاني. الجهاز سحب معانا السوفت تمام. هنصبر لحد ما الجهاز يرستر ويفتح لوحده. يا مرحب باجهزه الكينج ستار، اجهزه محترمه، اجهزه لها كل الدعم، اجهزه مميزه ودايما بتضيف لنا جديد. هنرجع باك هنخش منيو. ده منيو الجهاز، منيو محترم منيو جميل. لو نزلنا دخلنا هنا كده وعملنا اوكي ده الشغل اللي الجهاز بيدعمه معانا النهارده. شغل جميل شغل محترم سرعه في الاداء. هنرجع باك هنخش على الوسائط المتعدده نضغط 2507. بسم الله. عندك بقى وعد معايا بقى عندك الاوتو بيس جو سات بلس ترجمه النوفا في 2 ايديو عندك الزارا برو فيرجن 2 عندك الاكسبريس برو فيرجن 4 الجي شير بلس فيرجن 3 الاكشن برو شير النوفا في اي بي الجي سات بلس فيرجن 3 الفاير شير الديكيو كام الناشير. عندك كل حاجه نفسك فيها تلاقيها في سوفت النهارده وتحويل المميز ده. هنرجع باك تعمق في السوفت براحتك، تعمق في السلسله براحتك. انا قدمت لك احلى ما فيه معالج سان بلس 2507 ال واي فاي داخلي فلاشه 8 ميجا. كل السوفتات جميله كل السوفتات محترمه، ولكن انا من وجهه نظري ده اجمل سوفت شفته النهارده. ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو اشتراك في القناه تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد. وهنا يبقى وصلنا لنهايه موضوعنا النهارده. كان موضوع جميل سوفت محترم تحويل رائع لكل اجهزه ال 2507 ال واي فاي داخلي فلاشه 8 ميجا داكي. جهاز اللي كان معانا النهارده النوفا 10000 برو بلس زي ما حضراتكم شفتم كده في الشرح. سوفت مميز تحويلات محترمه سلسله تحويلات جميله لكل المعالج طريق اليو اس بي. يا رب تكونوا استمتعتم بالشرح واستفدتم منه. ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو اشتراك في القناه تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. وبننبه على كل الناس اشترك في القناه عشان تقدر تحصل على كل الشروحات بدون اي مقابل. وانتظرونا في شرح وفيديو قادم على قناتكم الجميله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي شرحات بلاد سات في كل مكان.